الأيام تمرد الصبي. استقبل الصبي في البلدة استقبالا فاجرا، فلم يجد من يستقبله في المحطة، فشعر بخيبة الأمل الكبيرة، ولم تعد له الأسرة عشاء خاصا كما كانوا يفعلون مع أخيه. نام الصبي في مضجعه القديم وهو يكتب في صدره الكثير من الغم. تمرد الصبي على آراء والده وأهل قريته ومعتقداتهم لتوسلهم بالأنبياء والأولياء والتي توارثوها عن الآباء والأجداد، وأنها لا تتفق مع تعاليم الدين الإسلامي. فغضب الأب غضبا شديدا، ولكنه قاوم غيظه واحتفظ بابتسامته، ولكن الصبي أصر على آرائه. بينما قال بعض من أهل القرية لبعض إن هذا الصبي ضال مضل قد ذهب إلى القاهرة فسمع مقالات الشيخ محمد وآرائه الفاسدة المفسدة، ثم عاد بها إلى المدينة مضللا. وعلى الرغم من رفض الأب لآرائه، إلا أنه كان فرحا به، وهو يحب أن يرى ابنه محاورا مخاصما ظاهرا على محاوريه ومخاصميه، وكان يتعصب لابنه تعصبا شديدا. ورأى الصبي نفسه يعود إلى القاهرة مع صاحبه، وأخوه يستقبله مبتسما في المحطة ليعود إلى الربع.